بالله درك قد هزمت سعادتي وغلبتني حتى هجرت حياتي وذهبت في درب الفراق مودعا وتركتني لبقيتي ورفاتي. في مساء ملأه الحزن والأسى عادت كرة القدم لتسطر سيناريو من الألم للأسود المغربية. حلم جديد كاد أن يتحقق، لكن صافرة الحكم وقراراته الجائرة كانت أقوى من العزيمة والإصرار. هل هي لعنة الحظ أم أن كرة القدم كانت مجحفة بحق الأسود؟ هذه ليست مجرد خسارة عابرة، بل قصة تعج بالشجون، قصة فريق ناضل حتى آخر رمق، ولكن الحلم تبخر مجددا. عندما أطلق الحكم الصافرة البداية كانت آمال الجماهير المغربية تعانق السماء. هدف مبكر حمل توقيع نادر اللواح في الدقيقة الثالثة كانت كافيا لإشعال المدرجات هناك في إيطاليا، حيث جاءت تسديدته القوية بعد تمريرة ساحرة من فؤاد العمراني. بدا أن المغرب في طريقه إلى كتابة فصل جديد من الإبداع، لكن فرحة الهدف لم تدم طويلا، ففي الدقيقة التاسعة اخترقت كولومبيا الدفاع المغربي بتسديدة قاتلة من خوليوس بيريا، الذي استغل تمريرة بينية ليسجل هدف التعادل في الزاوية الضيقة. وما لبث أن اشتد الضغط الكولومبي حتى سجل القائد أنخيليتو هدفا ثانيا بلمسة فنية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20. المغاربة حاولوا الرد سريعا، فتسديدة بارك بوصوفا كادت تعيد الأمل، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الكولومبي لينتهي الشوط الأول بتقدم كولومبيا. عيون اللاعبين تحمل الإصرار على تغيير الواقع في الشوط الثاني. مع بدايته الأسود لم يستسلموا، استمر الضغط المغربي وتوالت المحاولات الهجومية حتى جاءت اللحظة المنتظرة في الدقيقة 38. بارك بوصوفا الذي انطلق بكل ما يملك من مهارة وعزيمة في ركلة جزاء مثالية أسكن الكرة في الشباك وسط هتافات الجماهير المغربية. فرحة لم تكتمل، فالحكم ألغى الهدف بحجة تنفيذ الركلة بطريقة غير صحيحة، ضاربا عرض الحائط بكل التوقعات والتطلعات. قرار أثار استياء اللاعبين والجماهير على حد سواء، وجعل الجميع يتساءل: هل كانت تقنية الفيديو هنا لتنصف أم لتقسو؟ بهذه القرارات المثيرة للجدل انتهت المباراة بفوز كولومبيا ب2-1. المغرب يودع البطولة. لم تكن هذه الخسارة مجرد هزيمة رياضية، بل كانت امتدادا لجراح متكررة عاشتها الجماهير المغربية عبر السنين 2018 وال2022 وال2025. سيناريوهات متشابهة ونهايات مؤلمة. في كأس العالم 2018 توقفت الحكاية في الدور الأول، وفي 2022 كانت النهاية أكثر مرارة بالخروج من نصف النهائي، والآن في 2025 تتبخر الأحلام مرة أخرى في بطولة دوري الملوك. رغم الحزن يبقى المنتخب المغربي مصدر فخر لكل عربي. أسود الأطلس لم يكتفوا بالمشاركة، بل كانوا دائما في قلب المنافسة، مرفوعي الرأس في كل معركة. في طريقهم إلى نصف النهائي أظهروا روحا قتالية لا تقهر، من انتصار كاسح على أوكرانيا بنتيجة 9-2 إلى الفوز على اليابان ب4-2، ثم الإطاحة بأمريكا في ربع النهائي بركلة الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 7-7. أما كولومبيا التي أظهرت قوتها باكتساح أوزباكستان ب6-1، فإن انتصارها على المغرب لم يكن سهلا، بل جاء مدعوما بقرارات تحكيمية أثارت الجدل. وسط أجواء الحزن التي خيمت على الجماهير المغربية بعد الخسارة، خرج جيرار بيكي أحد أبرز الشخصيات المساهمة في تنظيم دوري الملوك بتصريح حمل في طياته إشادة واحتراما لجهود المنتخب المغربي. بيكي قال: من المؤسف أن يخرج المنتخب المغربي بهذا الشكل. التحكيم كان منحازا شيئا ما لصالح كولومبيا، لكن هذه هي كرة القدم، فيها خاسر ورابح. النجم الإسباني أضاف قائلا: أشكر المغرب والمغاربة على تتبعهم لهذا الحدث الكروي من البداية إلى النهاية. ما قدمه المنتخب المغربي في هذه النسخة كان مذهلا، وأنا على يقين بأنهم سيكونون حاضرين بقوة في النسخ المقبلة من دوري الملوك. كلمة بيكي جاءت كبلسم لجراح الجماهير، مؤكدة أن المغرب لم يخسر الاحترام والتقدير، بل كسب قلوب عشاق كرة القدم حول العالم، وحجز مكانه بين كبار اللعبة في هذه البطولة الواعدة. ربما انتهت هذه البطولة، ولكن الحكاية لم تنتهي بعد. الأسود سيعودون أقوى،
والمستقبل يحمل وعودا بإنجازات أعظم. لا يمكننا إلا أن نفخر بما قدموه ونؤمن بأن الغد سيحمل الفرح الذي طال انتظاره. ربما ليس اليوم، لكن يوما ما سيكمل المغرب قصته التي يستحقها. سنعود وسنكتب التاريخ بأقدامنا، هذا وعد وليس مجرد حلم. كيف رأيتم أداء المنتخب المغربي في دوري الملوك؟ هل كانت قرارات الحكم عادلة أم ظالمة؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ودعونا نبقى متحدين خلف أسود الأطلس لتحقيق الحلم المنتظر. والله حتى باغيين والله الدراري لا باغاونا نخرجوا، والله الحكام ضدنا، الحكام ضدنا. اللهم لا سهل اذا مش عاد الحكام ضدنا، الله يتسلم. الحكام اللي اللهم بيت وريغلمون مي سي با غاف. دابا حنا بغينا نكملوا بوزيتيف. بغيت نشكر الدراري كاملين ونقول لهم شكرا على لي زيفور وتبارك الله عليهم. مبارك الحضور الجماهيري اللي كان طيله هذه المنافسه. جا ساندكم، شنو ممكن تقول لنا على الجماهير اللي جات؟ والجماهير من القلب شكرا بزاف. فين ما كنتوا المغاربه ساعدتونا، سواء جيتوا هنا في الطليان سواء من المغرب، في كل بلاصه المغاربه الحمد لله مساعدينا في السوشيال ميديا في كل شيء. الدراري فرحوا بزاف وسيتي اكسبيريونس، وانايا ليا شرف باش نجي ونلعب مع الدراري ونضحكوا. دوماج ما مشيناش للنهايه، مي كما قلت لكم هذا هو المحتاج. شكرا خويا. ايوا انتم كتفرجوا كاملين كيف انا لعبت شويه كان فيه الشك بزاف، وحتى انا عرف حتى من بعد الماتش هرب مشى ما عطاش حتى شي واحد اليد. جاني داكشي غريب، معليش حنا ما هو نسبوها في داكشي، هذا هو اللي كان. حنا لاحظنا ان الدراري تقاتلوا مزيان. الدراري تقاتلوا وهذاك هو المهم. كنا كيف ما قلت لك بغينا نفرقوا كل واحد ونكونوا النهايه. بصوفه بعد هذه المقابله شنو مصير هذا الفريق؟ الفريق كل واحد نتمنى عليه الخير، وان شاء الله من هنا لقدام المستقبل ما نعرف اش يوقع ان شاء الله. انا نشوف من هنا لقدام دابا ندير نشكرهم ونقول لهم شكرا وشرفا لنا بارك الله عليك. شكرا بزاف خويا، بارك الله فيكم. شكرا. هذا التصريح ديال بوصوفه ياسين خويا، صبر خويا. هانيه شوف فينا الحال بزاف. التحكيم المنتخب دارو كان خصو يمشي للفينال، يستاهل، ولكن ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله. خويا ياسين تهلا لي في راسك، انا غادي ندوز اخويا.